السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي روتينات أم نوفل. اللي أول مرة تشوف القناة نقولها مرحبا بك. ديري أبوني، ديري لايك وفعلي الجرس باه يوصلك جديد. كي راكم البنات؟ إن شاء الله تكونوا بخير والصحة تاعكم تكون لاباس. إن شاء الله الفيديو تاعي هذا يلقاكم بخير. بون اليوم راح ندير معاكم مقرود الكوشة. هنايا حطيت 2 كيلات سميد مايا وكيلة تاع سمن. استعملت المرجان كيما شفتوا، والكيلة اللي كيلت بيها الغرفية هذيك الصغيرة تاع الشوربة. ومن جهة لهنايا راني ندير في هذا الغرس، نقيته مليح يعني بعد ما كنت فورته. على بالكم ديما انا نشتي نفورو باه يجيني طري يعني. فورته ونحيته وليت نحيته ونقيته من هذوك الروز تاع تمر، وزدت له شويه تاع الماء زهر وشويه تاع القرفه. وهذا هو يعني باه راح نحشي المقرود من داخل. هنايا كيما راكم تشوفوا هذاك السميد تحكموا ديروه بين يديكم هكا بيان، يعني لازم تبسوه بيان حتى يولي يعني يولي هكا حاجه سائله. شوفوا كيفاه القوام تاعو، تبقاو تحكوا حتى وين توصلوا لهذا القوام. ضيفوا شويه تاع ملح، يعني هكا 2 نتشات تاع ملح، ونضيفوا شويه تاع ماء ونلموا هذيك العجينه. هنايا ما تخافوش منها لانه راح تتشرب. شوفوا كيما هكا كيما راكم تشوفوا، لانه يعني هذيك راهي غير سمن وخلاص. حطوا لها شويه تاع ماء وتخليوها هكا على جهه، دخلوه فيها مليح وخليوها على جهه حتى من تتشرب. كي رايحين ترجعوا لها رايحين تلقاوها يعني شربت هذاك الماء مليح. هنايا الغرس هذاك بعد ما نقيته راح نزيد له شويه زهر وشويه مقرفه. شوفوا هنايا القوام تاع هذاك السميد بعد ما تشرب يعني ولا مليح. لازم كي تحكموا بين يديكم يتلم كيما هك يعني يتشكل باه من بعد نقدروا نشكلوه حربوش. الغرس تضيفوا عليه قرفه هكا تكون مرحيه مليح، يعني بودره. هنا ماما راهي تعاون فيا، يعني تعاونا مع بعضنا. انا نقيته لها وهي زادت له زهر لهنا والقرفه. الغرس هذا تاع التمر البنات لازم يكون القوام تاعو يعني سائل هكا شويه طري، باكي نحطوه في وسط العجين يمشي، ما يبقاليش يعني في بلاصه واحده، باكي نمشيه يمشي لي بيان. راح تشوفوا الطريقه كيفاه نديرو. نحكموا السميد نحلوه كيما هكا، نديرو حربوش نحلوه في الوسط، ونحط في وسطه هذاك الغرس اللي نكون شكلته حتى هو بشكل حربوش، وتمشيوه كيما هكا تلمو تقفلوا عليه مليح، تقسموه على 2 وتشكلوا يعني. شوفوا الطريقه مليح راهي موضحه يعني قدامكم، ما كانش يعني احسن من انكم تشوفوا بالصوره، خير من كي تعود مكتوبه ولا يعني كتعود نهضر هكا. هي الاحسن انه الانسان يشوف الصوره كما راكم تشوفوا. راني هنا زدت شكلنا الثاني. تغطيو كامل هذاك الغرس، والزايد يعني هذا تنحيوه باه تجيكم كامل كيف كيف. تولهم مليح البنات يعني مع الطريقه. هنا كيما قلت تحكموا تقسموها هكا على 2 باه تجيكم سهله. هنايا هذه الطريقه يعني تحكموا هذاك الحربوش اللي شفتوه، تحكموا تبقاو تمشيو فيه هكا بالطول بالطول بالطول، تسيسوه يعني بشويه. راح تزيد تشوفوا معايا تشكلوه مليح لهنايا، وديروا بالفرينه باه الطابع يعني يتمركى مليح.
ترشوا شوي فارين عليه وتحطوا هذا الطابع، ديروا كيما هكا. زيد الشطوط تاعو كي يخرجوا كيف هكا تعدلوهم بالطابع بعد، تقصوهم هنا بالحبة بالحبة. انا قصيت بهذيك المشرشفة اللي ما عندوش يقص بالموس عادي كيما هكا، ونحطه في البلاطو الحبة عند الحبة حتى من نكملوه كامل. كيما شفتوا الطريقة يعني مبسطة وسهلة بزاف. لهنايا تكملوه كيما هكا البنات كامل، يعني تكملوهم كيما هكا. وهذه من هنايا ما نسيت ما قلت لكمش عليها البنات، هنايا قبل ما تهزوا الحبة فوتوا تحت منها الموس يعني باه ما تلصقش في البلان دو طرافاي. كيما شفتوا هنا تحكموا، راني عاودت معاكم من الاول، تحكموه كيما هكا الحربوش هذاك، تبقاو تمشيو بيديكم برك، وكي تعودوا رايحين تطبعوا ترشوا عليه الفارينة. وهذه الطريقة كاملة. الجوانب لازم تنحيهم هذوك كي يخرج يعني هذاك العجين، تنحيوه حتى توصلوا للبلاصة اللي فيها يعني الحشو هذاك تاع الغرس، تتوقفوا لتم ترشوا فارينة وتطبعوا كيما هكا وتروحوا تقصوه وتحطوه في البلاطو. هذه كامل الطريقة، طبقوه كيما هكا وراح ينجح لكم، يعني سهل وما فيه والو. وهنا بما انه جاتني الفرصه يا البنات نقولكم لي راهي تتفرج فيا وتشوف لا فيديو هنايا دير لي ابوني ودير لايك وتفعل الجرس، يعني لاول مره تفعل الجرس هكا باه رايحين يوصلوها لي فيديو جدد، واي حاجه يعني جديده نحطها راح تخرج لها بلا ما يعني تبقاو ترشرشيو عليا، ولا رايحه تخرج لكم ديما الحاجه جديده يعني. هنا راني كملت البلاطو كامل كيما راكم تشوفوا، حطيته كامل في البلاطو، خليه يرتاح شويه وندخلوه في الفرن. هذو من الحبات اللي بقاو لي لهنايا درتهم على شكل هكا، خدمت بالطابع الثاني شكل فونطاي هو وبنفس الطريقه يعني درتهم قصيرهم وحطيتهم كامل كيما هكا، وتدخلوهم يطيبوا في الفرن. تكونوا حطيتوه يسخن مليح، تشعلوا له من تحت ومن الفوق به هذاك الغرس من داخل يا البنات ما يبثش، يطيب لكم كيف كيف كيما راكم تشوفوا هكا. اللي تحب طيبوا احمر طيبوا، اللي تحب في لاكولار كيما هذه طيبوا يعني. انا هذا البلاطو ما طيبتوش يعني مليح في لاكولار هذه، مي ما تنساوش عليه يا البنات. انا البلاطو دوزيام نسيت عليه في الفور كان تقريب تحرق لي، على هذه ما صورتوش لهنايا. وريتكم هذا كيما هكا، وتقدروا ترشقوه كيما راكم تشوفوا. كي تخليوه يرتاح شويه رشقوه هكا بالحبه تاع الطيب ودخلوه يطيب عادي. اللي ما تحبش هذا يعني ما ديرش عادي. هذه كيما هك البنات. انا هذا الفيديو كنت صورته عنده مده مي ما حطيتوش لاني ما قعدتش مع يعني الدار وجات العيد وهذه ما قدرتش نحطه، على هذه راني روطار. وبون في الاخير زيد نذكركم باه ديروا لي ابوني ولايك وتفعلوا الجرس كيما وصيتكم، تقيدوا بكامل يعني الخطوات. ما تنساوش وكي طيبوه من الفوق ومن التحت في نفس الوقت باه يطيب لكم يعني نفس الشيء، وهذاك الغرس ما يبسش من بعد يبقى يعني طري. والغرس ثاني تخليوه يعني تكون القوام تاعو يكون مليح باه يمشي لكم. هذا هم يعني التدابير اللي باه ينجح لكم. الى اللقاء، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. حاجة اخرى بعد ما يطيب خليوه يبات في البلاطو باه تنحيوه هكا راح يبرد ومش راح يتفترش، كي تنحيوه سخون راح يتفترش لكم.